مصطفى الجندي. اخر كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مادة كام يا مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا ريس. انا لا قول لي لايحة ولا ايه؟ لا يا فندم، انا تقدمت لحضرتك فلوسنا المنهوبه بره يا فندم، فاتقدم. انا جاي بكلم لجنه تقاصي، انا والله ده لجنة تقاصي الحقائق لم تجتمع بقى. لجنه تقاصي، لا يا فندم، انا عايز اعمل لجنه تقاصي حقائق جديده لاسترداد اموالنا المنهوبه. اكتب يا مصطفى. كتبت 30 نعوم. طيب ما ناقشناش لسه. لا يا فندم واديتها. وانت كده تنتزع الكلمه وهعمل لك لجنه تقاصي حقائق لا الان. والله يا فندم انا بقدم، لان في خلال ايام جايه بعد تصريح للمفوضه ما انت غير مسموح لك تتكلم في الموضوع. طلبت اسماء. غير مسموح لك تتحدث في الموضوع. ما انت كده تطرح الموضوع. اين النظام؟ انت دلوقتي انا كأنك طلبت لائحة. انت طلبت لائحة؟ هل يجوز تتحدث في موضوع مش مدرك في جدول الاعمال؟ هل يجوز ان تتحدث في موضوع غير مدرك في جدول الاعمال؟ اموال مصر المنهوبة الجميع يتساءل فيها. اجلس يا استاذ مصطفى. اجلس يا استاذ مصطفى. اجلس يا استاذ مصطفى. جميع النواب يتحدثوا عن اموال مصر المنهوبة. يا سيدي سنعرض هذا الموضوع للمناقشة. فلتنصت ولتجلس. السيد النائب مصطفى الجندي اجلس. مصطفى الجندي اجلس. خلاص ابلغت يا مصطفى. يا مصطفى لو تحدثت تاني هيبقى في كلام اخر.